شكرا محمد. سكة طويلة والبراري قفار ولا يبق صار طوال، بس المشكلة انه ما في راضي، والاسباب كادت يعني او اصبحت معروفة للكبير وللصغير. بس يعني طيب ما دام عرفنا كلنا والشعب صار عارف وين المشكلة والمسؤول صار عارف وين المشكلة، ما بقى الا الحل، يعني نكون شفافين ونكون صارمين ونفكر في مستقبل هذا البلد. حول هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا في الرياض عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، وينضم لنا من هناك الخبير في الاقتصاد والمصرفية الإسلامية الأستاذ لاحم الناصر. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء. دكتور زين العابدين أهلا وسهلا بك. بداية، لماذا كانت يعني جلسة مناقشة بدل السكن اليوم سرية؟ هل كنتم تخشون شيئا من ردات الفعل سواء بالموافقة أو بالرفض، أو أنكم يعني عندكم خوف أنه يصير فيه إجماع وبعدين يصير وضعكم محرج إذا ما نفذ بعد ذلك إذا رفع المجلس الوزراء؟ ما هي مبرراتكم؟ يعني تناقشون سر نووي مثلا، تناقشون شيء يعني معاناة للناس يعني؟ لا أنت المصدر المسؤول، أنا لست المصدر المسؤول. بالنسبة لي لم تكن هناك أي جلسة سرية هذا اليوم، ولم يكن هناك نقاش لموضوع الإسكان على الإطلاق، ولا الإسكان لم يكن على جدول الأعمال، وبدل السكن لم يكن على جدول الأعمال، ولم يناقش أي شيء يتعلق بالسكن على الإطلاق، ولم تكن هناك جلسة سرية. أنا حضرت المجلس من أول دقيقة لآخر دقيقة، ولم تكن هناك أي شيء يتعلق بالسكن على الإطلاق. سري غير معلن. يعني لا هذه مصادرك، ولكن الحقيقة لا ليس لم تكن هناك أي حاجة. ترى ما فيها مشكلة دكتور زين العابدين، ترى ما فيها مشكلة، يعني إذا انكم ناقشتوا هذا موضوع مهم، يعني ما في ضرر. يا أخي أنت يا أخي على أي حال أنت تستطيع أن تناقش الموضوع بنقاش الموضوع، ولا تحتاج أن تتحدث عما حدث في مجلس الشورى، لأنه لم يحدث على الإطلاق. أنا عموما أنا الذي أحدد الاحتياج مبدئيا. عليك أن تتأكد عند الموضوع. يا أخي عفوا يا أخ علي جدول الأعمال يعلن. ادخل على موقع مجلس الشورى وانظر في جدول الأعمال، وسوف تجد أن هذا الموضوع لم يكن على جدول الأعمال. أنتم ما ناقشتوه اليوم، ناقشتوه قبل، طيب صح ولا لا؟ ولم يناقش ولا راح تناقشونه على الإطلاق. بدل السكن لم يناقش في تاريخ المجلس، ولا راح تناقشونه. ربما ما يستحق النقاش. يستحق بكل تأكيد. كل حاجة تتعلق بالمواطن تستحق النقاش. طيب ليه ما إلى الآن ما ناقشوه؟ والله لا أعرف. الموضوع هذا طرح أساسا في شكل توصية، وجاءت اللجنة المختصة ودرسته. يعني طرح، أنت قبل شوي تقول ولا في تاريخ المجلس، والحين تقول طرح. يا أخي أنت تفهم أو لا؟ عفوا يا أخي، أنا لم أقل طرح، أنا أقول وضع في شكل توصية يعني ولم يطرح. يعني. يا أخي أسمح لي بلا استفزاز. أنا لم أقل أسمح لي يا أخي، أنا لم أقل طرح، أنا أقول وضع في شكل توصية وذهب إلى اللجنة المختصة، واللجنة المختصة بعد ما وضعته على جدول الأعمال سحبته، إذا لم يطرح للنقاش في المجلس على الإطلاق. طيب يعني أنت عموما دائما أنت يا أنك تجينا معصب لحالك، أنا ما استفزيتك ترى. يا أخي أنت لا نتكلم على بعض في البرنامج، هداك الله يهديك. الموضوع هذا لم يطرح قط. طيب خلاص، عموما أنا أبغاك تشوفي إعادة الحلقة، أبغاك تشوفي إعادة الحلقة. طيب أستاذ لاحم، هناك من يرى أن إقرار، وأنا أبغاك عفوا على فكرة، ترى أنت استفزازي في طريقة هذا. لا تعتبر أن الصحافة هي باستفزاز الناس. عليك أن تتعلم كيف تجري مقابلة مع الآخرين، عليك احترام الناس. المرة الأولانية أعطي وجهة نظري في أن الكرة في ملعب القطاع الخاص، تقول لي ولا مجلس الشورى ولا مجلس الوزراء. أليس هذا استفزازا من جانبك؟ احترم الناس يا أخي، أنت تجيب الناس هنا، يجب أن تحترم الآخرين، هداك الله. طيب أنا عموما محترم وأعرف أحترم الناس، وهذا نقاش. إذا كان أنت عندك مشكلة في النقاش هذه قضيتك،
يعني أنا إذا سألت سؤال جاوبني على السؤال، مسألة الاستفزاز ما في أحد أنا يحاكم أعتقد الثاني. أنه أنا جالس في برنامج لا يستطيع أن يحترم الآخرين. خذ يا أخي هذا ميكروفون. عاد براحتك أنت مستفز جاي كذا مستفز. ما تقول تحترم الآخرين، ما تحترم الآخرين يا أخي، عليك أن تحترم الآخرين. يا أخوي محترمين الآخرين، أنت كذا من أول جاي مستفز تبغى تسوي مشكلة قبل لا نبدأ الحلقة. يا أخي أنا بقول لك أن هذا لم يعرض على طب خلاص ما فهمنا الموضوع الحين، احنا تجاوزناه، بروح أسأل سؤال ثاني. فهمنا هذا الموضوع. طيب اتفضل.